ما تخافش من الناس، اعمل اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه. محدش بيأكلك ولا بيشربك ولا ليه فضل عليك ان انت تعمل له حساب زيادة عن اللزوم على حساب حياتك. يعني انا خايف البس كده لحسن الناس تتريق عليا، انا خايف اعمل كده احسن الناس تقول عليا، انا خايف اعمل حاجة مثلا، حاجة معينة كده. يعني مش حاجة غلط، هي حاجة عادية يعني بالنسبة لك وبالنسبة للناس، بس الناس دايما بتنتقد. يعني هي الناس اساسا بتنتقد عمال على بطال. فانت ما تاخدش كلامهم كده في دماغك وتفضل متأثر بيهم. وانت هتضيع حياتك اساسا. يعني انت لو فضلت ماشي ورا كلام الناس انت هتضيع حياتك وهتشغل راسك بحاجات فاضية، وممكن كمان ان انت تمرض نفسك. انا اعرف واحدة يعني كانت في شغل وكده مش مرتاحة فيه. تمام. اتنقلت شغل تاني. ف فكانت برضو مش مرتاحة فيه، وهي لغاية دلوقتي فيه برضو في الشغل التاني ده. هي مش مرتاحة بسبب الناس، يعني هي شغلة دماغها بالناس. الناس مش حلوين، الناس مش كويسين، الناس بيعملولي، الناس بيسوولي. في الشغل الاولاني نفس الحكاية وفي الشغل التاني نفس الحكاية، فهي لو راحت برضو شغل تالت هيحصل نفس الحكاية لانها شغلة نفسها بالناس. وده غلط. يعني انت رايح شغل دلوقتي، اشغل نفسك بالشغل اللي انت بتعمله. مالكش دعوة ده عمل وده سوى وده قال وده عمل ودي بصت لي ودي قالت لي ودي حكت لي ودي حكت عليا ودي مالكش دعوة بالكلام ده خالص. ما تشغلش نفسك بالناس خالص في اي حاجة. اعمل اللي انت عايزه، بدل انت ما بتغضبش ربنا وما بتعملش حاجة غلط خلاص. وده انت ماشي بما يرضي الله، ربنا هيكون معاك في كل حاجة. اهم حاجة ان انت ما تغضبش ربنا، اهم حاجة يعني. بس وما بطل تفكير في الناس، هتلاقي حياتك ماشية كويس. وفي مقولة كانت بتقولك ايه: قلل ناسك ترتاح راسك. المقولة دي صح جدا على فكرة. بس مش معنى كده ان احنا نبقى وحيدين في الحياة وان احنا ما نكلمش حد وان احنا نعتزل الناس. لا، هنكلم الناس ونبقى مع الناس وكل حاجة. واحنا بنحب الناس مش بنكرههم، بس الناس اللي مؤذية ابعد عنها بقدر الامكان. يعني كمان اللي بيقولوا عليك كلام، اللي انت نفسيتك تعبانة منهم، حاول ان انت تبعد عنهم بقدر الامكان، ما تركزش معاهم قوي يعني. والناس الكويسة خليك معاها يعني، بس برضو ما تأمنش لحد قوي يعني، عشان الناس برضو ساعات بتعمل حاجات غير متوقعة. زي سفاح الجيزة كده ما كان بيصلي وعامل متدين. هو مش متدين، هو عامل متدين وعامل ان هو بيعمل وبيصوم وبيصلي وبيعامل الناس كويس وان هو ما فيش زيه اتنين، وشوف عمل ايه وقتل كام واحد. وربنا يكفينا الشر يعني ويكفيكوا الشر. ما تشغلش راسك بالناس، اشغل راسك بنفسك، اشغل راسك باللي يفيدك. بدل حاجة هتفيدك اشغل راسك بيها، ما تركزش مع الناس خالص، لان الناس دي يا هتمرضك يا هتجيبك لورا يا انت مش احنا مش فاضيين اصلا للناس. احنا مش فاضيين، احنا ورانا حاجات كتير في حياتنا وبنفكر في حاجات كتير قوي. فاحنا ما عندناش وقت ان احنا نفكر في الناس. صباحكم فل.